تعالوا نتعلم ازاي نكون جملة أساسية وبسيطة في اللغة الإنجليزية. هبدأ معاكم الدرس النهاردة بشكل مختلف، هقول لكم أمثلة لجمل فيها أخطاء شائعة بنسمعها كلنا من الناس وهم بيتكلموا باللغة الإنجليزية، وفي آخر الفيديو خالص هقول لكم الجمل دي بشكل صحيح، وانتوا كمان لما تشوفوا الفيديو ده للآخر هتعرفوا انتوا كمان ان انتوا تصححوا الجمل دي معايا وتقولوها بالشكل الصحيح. فتعالوا أقول لكم الأمثلة الخاطئة. أول جملة nice girl are you. nice girl are you. تاني جملة so fast you speak. so fast you speak. تالت جملة so smart are you. so smart are you. زي ما قلت لكم التلات جمل دول طبعا خطأ في الترتيب بتاعهم، فتعالوا بينا نتعلم الأشكال الأساسية والتكوين الأساسي للجملة في اللغة الإنجليزية مع بعض. الجملة في اللغة الإنجليزية بتيجي في 5 أشكال مختلفة، هقول لكم عليهم دلوقتي حالا كلهم، هقول لكم ال5 أشكال كلهم وبعد كده هنقول عليهم أمثلة. وأول فورم خالص أو أول شكل خالص ده احفظوه كده إن هو ثابت في كل الأشكال التانية، يعني تقدروا تحفظوا أول فورم خالص أو أول تكوين وبعد كده تبدأوا إن انتوا تغيروا وتزودوا عليهم. والتكوين الأول هو السبجكت وبعدين الفيرب، يعني الفاعل وبعدين الفعل. لازم علشان نقول جملة في اللغة الإنجليزية بالطبيعي إن هي تبدأ بالفاعل وبعد كده يكون وراها فعل. تاني تكوين subject verb object. subject verb object يبقى بدأنا برضو بالفاعل وبعدين الفعل وبعدين الأوبجكت اللي هو بيكون شيء، فده بيكون تاني شكل أو تاني تكوين. تالت تكوين وهو subject verb adjective. subject verb adjective برضو فاعل وفعل وبعد كده الصفة، ده بيكون تالت شكل. رابع تكوين وهو subject verb adverb. subject verb adverb يعني فاعل فعل وبعدين الحال. زي ما انتوا شايفين السبجكت والverb ثابت معانا في كل التكوينات. واخر شكل خالص بيكون السبجكت الverb وبعدين الناون اللي هو الفاعل والفعل وبعد كده الاسم. تعالوا بقى نطبق ونقول أمثلة توضيحية تقدروا هتشوفوها كمان معايا دلوقتي حالا علشان يكون الموضوع بسيط بالنسبة لكم. فاصل سريع، أفكركم لو لسه مشتركتوش معايا في قناتي انجلش بلوج اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك. يلا نضغط اشتراك دلوقتي حالا، اضغط دلوقتي حالا سبسكرايب واشتراك معايا في القناة وفعلوا الجرس كمان وتعالوا نكمل. أول تكوين خالص وهو السبجكت وبعدين الفيرب اللي هو بيكون الفاعل وبعد كده الفعل، زي مثلا I eat. I eat يعني أنا باكل، أو I am filming. I am filming معناها إن أنا بصور، أو I create. I create معناها أنا بصنع حاجة. فهنا كونا جملة أساسية بسيطة جدا بتبدأ بفاعل وبعديها الفعل اللي هو بتعمل إيه. والاختلاف البسيط هنا هو ان احنا بس غيرنا الزمن، وعلى فكرة تغيير الازمان مش بيفرق خالص في تكوين الجملة. يعني الاشكال ال5 الاساسية اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي حالا دول تقدروا ان انتوا تعتمدوا عليهم وبس تغيروا الزمن على حسب الزمن اللي انت حابب ان انت تستخدمه، بس هم ثابتين في كل الازمان. طبعا الشكل الاول اللي احنا لسه مستخدمينه دلوقتي حالا ده جملة كاملة وكل حاجة، ولكن احنا بنبقى عايزين نعرف تفاصيل اكتر، فعشان كده بنبدأ نزود الجزء الثالث اللي احنا هناخد عليه امثلة. لازم يكونوا معاكم ورقة وقلم دلوقتي حالا وتكونوا بتسجلوا كل حاجة ورايا وبتدوا انتوا كمان عليها امثلة من عندكم، وطبعا شاركوها معايا في التعليقات تحت عشان اقدر اشوفها واصححها لكم. هستناكم كالعادة. التكوين الثاني اللي هو subject الفيرب وبعدين الأوبجكت. تعالوا نكمل على الأمثلة اللي أنا قلتها لكم من شوية. فممكن نقول I eat fish. I eat fish يبقى أنا باكل سمك، أو I am filming a video. I'm filming a video يعني أنا بصور فيديو، أو I create a video. I create a video يعني أنا بعمل أو بصنع فيديو، وهكذا. الفيديو أو الفيش أو الفيديو كمان في المثال الثالث هم دول الأوبجكت أو الشيء اللي بيكمل الجملة وتحسوا كده إن الجملة بدأت make sense وتدي معنى أكتر معانا. ثالث شكل وهو subject verb adjective، زي مثلا لو قلنا the baby is beautiful. The baby is beautiful. The baby هنا هو السبجكت الفاعل، is هو الفيرب بتاعنا أو الفعل بتاعنا، و beautiful هي الادجكتيف. أو كمان لو قلنا the video is long. The video is long.
شوفوا سهلة ازاي. يلا اعملوا انتوا كمان امثلة معايا كده ورددوا ورايا علشان تكونوا اكتف وتستفيدوا اكتر من الفيديو. فبنقول the video is long، يعني الفيديو طويل. the video is اللي هو السبجكت بتاعنا او الفاعل بتاعنا، is هو الفعل ولونج هو الادجكتيف. رابع شكل معانا وهو subject verb adverb. adverb الحال اللي هو بيصف الفعل، فالsubject verb adverb زي مثلا I walk quickly أنا بمشي بسرعة. quickly هنا هي الادفيرب بتاعتنا، I هو السبجكت والverb طبعا اللي هو walk. أو he works continuously يعني هو بيشتغل باستمرارية، فcontinuously هنا وصفت الشغل بتاعه وهي الادفيرب اللي عندنا. اعملوا أمثلة معايا من دلوقتي يلا. آخر شكل أو آخر تكوين معانا اللي هو السبجكت الفيرب وبعدين الناون، زي مثلا لو قلنا I am a woman يعني أنا امرأة. woman هنا هي الناون بتاعتنا، هي الناون اللي موجودة في الجملة. أو مثلا he is a kid يعني هو طفل أو هو ولد. kid برضو ده ناون وكمل الجملة واداها معنى. الطبيعي طبعا ان احنا لما نيجي بنتكلم ان احنا بنقعد بنزود في الجملة نفسها، بنزود كلمات، بنزود صفات وهكذا، ولكن كبداية تقدروا ان انتوا تعتمدوا على الخمس فورمز دول اللي انا قلت لكم عليها او الخمس اشكال اللي انا قلت لكم عليها، تقدروا ان انتوا تكونوا بيها جمل بسيطة. وبعد كده لما تبداوا ان انتوا تكونوا جمل كتيرة ورا بعض يبدا السياق بتاعكم بتاع الكلام يكتر، وتبدا يعني مستواكم في الانجليش نفسه تحسوا ان انتوا احسن. ولكن تقدروا تعتمدوا زي ما قلت لكم على الاساسيات، الخمس اشكال اللي احنا استخدمناهم وتعلمناهم النهارده في الفيديو. تعالوا بينا بقى نتدرب ونصحح الامثله اللي انا قلتها لكم في بدايه الفيديو خالص. والمفروض دلوقتي ان انتوا عارفين الشكل والتكوين الصحيح للجمله، فتقدروا ان انتوا كمان تصححوا معايا. تعالوا نتدرب. المثال الاول كان nice girl are you. هيبقى التكوين الصحيح بتاعها هو، يلا قولوا معايا perfect. You are a nice girl. ده اللي هو التكوين بتاع السبجكت الفيرب وبعد كده الادجكتيف. بسيطة جدا. تعالوا نصحح المثال التاني، يلا اشتغلوا معايا. تاني مثال كان so fast you speak. يلا انتوا صححوا بقى دلوقتي حالا معايا. perfect. You speak so fast. ابدأوا دايما فعل. You speak so fast. يبقى دي subject verb و adjective. perfect. تعالوا نصحح المثال الثالث. so smart you are هتبقى perfect. You are so smart يعني انت ذكي جدا. ممتاز. وبكده أكون شاركت معاكم الأشكال الأساسية أو الخمس أشكال الأساسية اللي تقدروا تعتمدوا عليها في تكوين جملة أساسية وبسيطة في اللغة الإنجليزية، تقدر تساعدكم أيا كان مستواك، سواء مبتدئ متوسط أو أدفانس متقدم، أن أنت تحسن الإنجليش بتاعك وأن أنت كمان تتكلم إنجليزي صح. وفي نهاية الفيديو أتمنى من كل قلبي إن هو يكون عجبكم وإن انتوا تستفيدوا منه بإذن الله. فلو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش إنك تعمل لايك بليز دلوقتي حالا للفيديو. وكمان لو لسه مشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج، أتمنى إن انت تشترك دلوقتي حالا وتفعل الجرس كمان علشان يوصل لكم كل دروسي. وإن شاء الله أشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. باي باي.